ما كانش فيه اغنيه بتنزل الا لما احفظها واعزفها واكتبها. للي باعتين تهديدات وتحكمات باسلوب مش لطيف. فانا مش مولوده في مسجد ولا اهل شيوخ. انا هنا مش عشان اعيش في صومعه اكلم فيها العابدين الزاهدين. يا تحذفي الفيديو يا هنلغي المتابعه. الغوها. المكان هنا مش هيعجبكم. التفاهه مغطيه علينا كلنا وبتديله فلوس كتير قوي، واحنا قاعدين بس نتفرج. صفحتنا اكرم واشرف من انها تذكر سيره الناس دي. كان مليارات من الناس عارفينه وما يعرفوش حاجه عن رسولنا. واحده بتتكلم في الدين كلمي المنتقبات وبس. ليه هو جربان؟ ده احنا اللي صفر على الشمال، احنا محدش بيسمعنا ولقى منهم التقدير والاحترام والغنى والفلوس. انت فاهمه انت بتفكري ازاي؟ بجد انا اتصدمت في الناس دي يعني. السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي بعتلي تهديدات بالغاء المتابعه لاني علقت على فيديو موضوع القلم بتاع الفنان المشهور اللي ضرب الشاب على وشه عشان راح يتصور معاه، في كام نقطه كده مهمين قوي انا حابه اوضحهم وتحملوني معلش. في البدايه اللي بتهدد بالغاء المتابعه اتفضلي الغيها حبيبتي بدون استئذان والله وبكل حب وسلام، ومفيش اي حاجه جوايا من ناحيتك لان السماع هنا مش اجباري. تاني حاجه انا بتكلم في الفيديو ده عن اللي باعتين تهديد باسلوب مش حلو، مش عن الاخوه والاخوات اللي كتبوا لي ملوش لزوم الكلام في الموضوع ده. كلموني بذوق وباحترام، دول على راسي، دول الفيديو ده ما لهمش دعوه بيه خالص. انا بصور الفيديو ده للي باعتين تهديدات وتحكمات باسلوب مش لطيف. انا قلت كلمه خلصت بيها ضميري من ربنا عز وجل ووجهتها لشباب وبنات مخدوعين ومتعلقين بالناس دي واعدادهم بالملايين. الشخص ده لوحده بيتابعوا على الفيسبوك 22 مليون شاب وفتاه، غير اللي بيتابعوه على الانستجرام، غير اللي بيتابعوه في العالم كله، واغلبهم في سن ولادنا. فما كناش احنا اللي ننصحهم، مين اللي هينصحهم؟ ما كناش نكلمهم باللغه اللي يفهموها ونعيش معاهم الاحداث اللي هم عايشينها. مين هيعيش معاهم ويحس بيهم؟ عايزين ترموهم انتم من حساباتكم، انتوا احرار، انا مش هرميهم. ومن واجبي اذكرهم ان التواجد في اماكن المشاهير والتعلق بيهم لدرجه التقديس واروح اتصور معاه وفي الاخر يضربني، ده شيء لا يجوز ولا يرضي ربنا. انتم بقى ناس ما بتقوموش من على سجادة الصلاة والصيام بالنهار وقيام بالليل وتبقوا مش محتاجين تسمعوني. ربنا يتقبل منكم واسمعوا حد افضل مني، يعني والله ما عنديش اي مشكلة. انا هنا مش عشان اعيش في صومعة اكلم فيها العابدين الزاهدين، انا هنا للناس البعيدة عن ربنا عز وجل عشان اساعدهم يحطوا رجلهم على اول السلم زي ما انا لقيت اللي ساعدني زمان. والا بقى كنت عملت جروب مقفول منتقبات في بعضينا فقط ونقعد مع بعض في الخفاء نكلم نفسنا. فانت شايفه ان انت نفسك اعلى واكبر واعظم من انك تسمعي كلمه موجهه للشباب التايه ده؟ خلاص براحتك. وبعدين لي يا تحذفي الفيديو يا هنلغي المتابعه. الغوها، رغبتكم وبحترمها جدا رغم عدم احترامكم لحريتي في التعبير عن رايي. وبوضعكم ده يبقى المكان هنا مش هيعجبكم، فالافضل فعلا ليكم وليا انكم تلغوها. انا لا اقبل التدخل في اختياراتي لموضوعاتي ما دمت ما قلتش كلمه تغضب ربنا عز وجل. لما حد بيلفت نظري لمعلومه غلط قلتها في اي فيديو بحذف الفيديو فورا، رغم ان ربنا وحده العالم الواحد بيتعب قد ايه علشان يعمل حلقه من 4-5 دقايق تفيد الناس، والناس اللي بتعمل محتوى عارفين ده كويس. انا بقعد باليومين احضر للحلقه عشان اطلع دقيقتين مظبوطين ما فيهمش مخالفات شرعيه في الكلام، لان انا مش حمل الذنب اللي هشيله. فما دام قلت كلام غلط بشيله فورا، مش بسيبه يضلل الناس ولم عليه تعليقات ومتابعين وخلاص زي بعض الصفحات اللي انتوا عارفينها. وبعدين انا في يوم من الايام كنت زي البنات والشباب دول متعلقه بالمطربين واكتر منهم كمان. انا نفسي كنت بدرس الموسيقى، ما كانش فيه اغنيه بتنزل الا لما احفظها واعزفها واكتبها. دي كانت حياتي زمان وربنا يغفر لي. فانا مش مولوده في مسجد ولا اهل شيوخ، لذلك انا حاسه بيهم وعارفه ايه هي اللغه اللي بيفهموها، ومش هتكسف اكلمهم بيها عشان اوصل لتفكيرهم، ولا هتعالى عليهم، ولا هشوف ان هم يستحقوش ان انا اجيب سيرتهم على لساني، ولا هخاف ان انا انبههم واحذرهم من الوسط ده. مش هتعالى على اي خبر يستحق التعليق مني لمجرد ان انا اتكسف من حد او خايفه ان الناس تلغي متابعتي. والله لو الصفحه كلها ضاعت ففدا كلمه الحق. انا ما اتقفل لي صفحات وحسابات بسبب كلمه الحق من قبل ما تتولدوا، من وانتوا لسه نونو صغننين. انا في المجال ده من سنه 2001، يعني من 23 سنه تقريبا، ومساعده الشباب والبنات البعاد عن ربنا عز وجل ده الهدف اللي انا هنا عشانه، وده اللي انا عايشه عشانه من زمان. لو بنت واحده ربنا عز وجل هداها بكلمه مني افضل عندي من ان صفحتي تزيد 1,000,000 متابع. وبعدين بتقولوا لي انت بتساعدي كده في نشر التفاهه فاحنا هنلغي متابعتك. هي التفاهه مستنيانا ننشرها؟ التفاهه مغطيه علينا كلنا، احنا اللي صوتنا مش واصل. التفاهه هي اننا نسيب الناس دي غرقانه في التفاهه وما ننبههمش وما نحتضنهمش. عارفين ايه كمان بيزود التفاهه؟ اننا بنشوف الشخص ده وبنستقل بيه وبنتكبر وبنترفع عن اننا ننصحه، بنتكسف نجيب سيرته او ننطق اسمه لاننا طبعا عظماء، يعني ما ينفعش سيره الشخص التافه ده تيجي على لساننا. في ناس بتفكر كده. عارفين ايه اللي حصل نتيجه تفكيركم ده؟ اللي حصل ان الفضائيات بتتسابق عليه وبتحتضنه، بتفتح له ابوابها وبتستقبله وبتشهره وبتديله فلوس كتير قوي
فيحب التفاهة اكتر ويتغرس فيها اكتر، وغيره يشوف التفهيم بيحتفلوا بيه وبيحتضنوه فيحب التفاهة هو كمان، واحنا قاعدين بس نتفرج ونتكبر على ده وعلى دي، ولا ما تجيبيش سيرة فلانة، ولا ده وقح ما نوجهلهوش كلام، ولا احنا صفحتنا اكرم واشرف من انها تذكر سيرة الناس دي، ونسينا ان دين الله للجميع وان واجب علينا اننا ندعو الكل. انا مش هقعد اكلم شيوخ ومنتقبات، تبقى ايه لازمتي في الدنيا؟ المنتقبة اللي بتصلي خلاص وصلت، مش محتاجاني في حاجة. كنت سمعت مقولة لاحد المشايخ الكرام، مش فاكرة والله مين بالظبط، انه احنا لما نوجه النصيحة والكلام الدعوي للصالحين فقط هنبقى عاملين زي اللي بيتصدق على الاغنياء وسايب الفقراء مش لاقيين ياكلوا. دي نفس بشرية واجب علينا ننقذها من الضياع في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يعلم الإسلام لأصحابه بس وبيدور وشه عن العصاة والكافرين والمذنبين، لا كان بيكلم الكل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش بس للصالحين. ده لما النبي صلى الله عليه وسلم دور وشه عن الأعمى لأنه كان شايف إن في ناس تانية أكبر منه وأهم منه المفروض يكلمهم وإنهم مهمين ومفيدين أكتر للدعوة والإسلام، ربنا عز وجل عاتبه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. مش دي من أوائل الصور اللي حفظتوها وانتوا صغيرين أطفال؟ مش يمكن لما كلنا نهتم بالإنسان اللي انضرب ده ونعلمه إن اللي حصل منه ولهفته على المشاهير وحضوره حفلة زي دي مش من الدين، ربنا عز وجل يهديه أو يهدي غيره من اللي بيعملوا زيه؟ وما يدريك لعله يزكى. فلازم نكلم الناس دي وما نتكبرش عليهم حتى لو هنكلمه شخصيا باسمه. ومش احنا اللي بنشهرهم يا جماعة، هم اتشهروا خلاص، ملايين البشر شايفينهم وصوتهم بقى أعلى مننا لأننا مصممين نستخبى ونتكبر. فليه تكتموا صوتي الخافت اللي محدش هيسمعه وسط الزيطة دي كلها؟ أنا بتكلم في نقطة مهمة جدا، واللي مني عايزين يكمموني والله ربنا هيحاسبنا إننا بعاد عن الناس دي. ألا سيرته ما تجيش على صفحتك، ولا ما تتكلميش عنه، ولا مش لايق عليكي، ولا لا ليه هو جربان؟ هو دلوقتي كل الفضائيات نفسها تصور معاه وبيحاولوا يتواصلوا بيه وهيموتوا ويوصلوا له. وطبعا زي غيره وزي حالات كتير انغمست اكتر معاهم، مفيش حد مننا كلف او هيكلف خاطره وينصحوا نصيحة لوجه الله عشان يبعدوا عن الوسط ده، لاننا مستحقرين نجيب سيرته، واللي بيجيب سيرته مننا بنعمل له بلوك. الا 2 أو 3 من الدعاة ربنا يبارك لهم بيتكلموا عن المشاهير وبيوجهوا لهم النصيحة بدون خجل، جزاهم الله خيرا. واحد اتشهر زي ده وملايين الناس بتتكلم عليه في العالم كله دلوقتي عشان اتضرب بالقلم من شخصية مشهورة. اتفقت او اختلفت مع الشخصية، ايوه شخصية مشهورة في العالم كله وفي ملايين وممكن مليارات من الناس عارفينه وما يعرفوش حاجة عن رسولنا، لأننا ما بنوصلش الدين للناس بالطريقة اللي تتفوق على الإعلاميين في توصيل التفاهات. عايزين نكلم نفسنا وبس. واحدة بتتكلم في الدين، كلمي المنتقبات وبس، اعملي جروب مقفول بينكم وبين نفسكم وبس. واحد بيعمل فيديو بيدعو إلى الله ويجي يكلم مثلا يوجه كلامه لفنان مشهور، انت بتجيب سيرته ليه؟ انت بتتكلم عنه ليه؟ ليه هو مش بني آدم؟ انت بتشهره ليه؟ نشهر مين؟ ده احنا اللي صفر على الشمال، احنا محدش بيسمعنا. شوفوا مشاهداتهم ومشاهداتنا، شوفوا عدد متابعينهم وعدد متابعيننا، عشان احنا فينا ناس مش عايزين يوصلوا كلام للناس دي، بتتكبر عليهم، بتتكبر حتى تجيب سيرتهم، او بتخاف لحسن يساعدوا على شهرتهم، او بيخافوا لحد يعرفهم ما كانش يعرفهم فيشيلوا ذنبه. لا هم معروفين، احنا اللي مش معروفين. ليه قنوات الدعاء المشهورين المحترمين ما تروحش هي تتسابق عشان تصور معاه وتنصحه في الله ان هو يبتعد عن الوسط ده؟ ليه ما نستضيفوش ونبين له حرمة التواجد في افراح فيها نساء مكشوفة؟ وانت غالي قوي عند ربنا عز وجل، ما تنزلش من قيمتك وتجري ورا اي حد علشان تتصور معاه. المغني ولا الممثل المشهور ده زيه زيك، فيها ايه لما نساعده ونساعد غيره؟ مش يمكن ربنا عز وجل يهديه ويبقى احسن من ناس كتير؟ ولا الحل اننا نحتقره ونغمي عينينا عنه وما نجيبش سيرته ونسيبه عايم وغرقان في الوسط بتاعهم زي ما سيبنا ملايين الشباب يغوص معاهم ويتنقل من قناة هنا لقناة هنا لقناة هنا ولقى منهم التقدير والاحترام والغنى والفلوس وخلاص بقى معاهم وتبعهم؟ ليه نتكبر اننا ننصحهم ولما نلاقي حد بينصحهم بلوك وهنلغي متابعتك؟ ايه ده، هو احنا في حرب؟ انا لو فتحت قائمة البلوك بتاعتك هلاقيكي مش عاملة بلوك المشاهير كتير بيضلوا الناس ورايحة تعملي بلوك لاختك عشان مش عايزة تتكبر على الناس معاكي. انت فاهمة انت بتفكري ازاي؟ بجد انا اتصدمت في الناس دي، يعني كمسلمة والله اتصدمت. سيدنا يونس عليه السلام لما يأس من عصيان قومه سابهم ومشي، ربنا عز وجل عمل ايه؟ خلى الحوت يبلعه وعاش في ظلمات الحوت وفي باطن المحيط عشان دور وشه عن العصاة. مفيش منكم فايدة، انا مش هتكلم عنكم ولا هجيب سيرتكم علشان ما اشهركوش. المنطق ده بقى ما كانش ابو لهب بيتذكر في القرآن هو وزوجته،
ما كانش ربنا عز وجل ذكر فرعون وهامان وجنودهم وتفصيل اللي كانوا بيعملوه في الناس. لو كان منطقكم صح ما كانش ربنا ذكر الحاجات دي كلها في القرآن. ما كانش ربنا ذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وتفصيل المشهد اللي هي بتراوده فيها بكل أدب وبأسلوب كله وقار. ربنا عز وجل ذكرهم بالاسم وذكر القصص، مش ذكر قصة اللي عقر الناقة عشان ما يشهروش والناس ما تقلدوش. هو ده منطقكم. كنا شلنا بقى كل قصص الطغاة والظلمة من القرآن عشان ما نشهرهمش وعشان الناس ما تقلدهمش. فلا، مفيش حاجة اسمها ما تتكلميش عن كذا وما تقوليش كذا. لا، هتكلم لأن ربنا عز وجل هيحاسبني على سكوتي. اللي مش عايز يتكلم هو حر، وما تمنعيش حد يتكلم. وهتكلم على قدر علمي وإمكانياتي اللي ربنا عز وجل وهبها لي. مش بقول إن أنا داعية ولا عالمة ولا فقيهة، لا، هتكلم كمسلمة بتكلم إخواتها. أنا مش أحسن منكم ولا أعلى منكم ولا أعلم منكم. أنا بكلم إخواتي زي إخواتي كده اللي معايا في البيت. هتكلم من منطلق واحدة بتحب ربنا عز وجل وعايزة كل الناس تحب ربنا. طولت عليكم معلش، بس كان لازم أوضح وجهة نظري في المحتوى اللي أنا بقدمه. وشكرا جدا للناس اللي لغوا المتابعة، جزاكم الله خيرا، احنا اخوات برضو. وشكرا جدا لكل المتابعين والمتابعات الكرام اللي فاهميني كويس واللي اتكلموا بأدب وذوق واللي بدعي لهم كل يوم زي ما بيدعوا لي واكتر. كنت معاكم كنزي زهرة.